أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة يوم الخميس توقيف المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي راح ضحيتها رجل الأعمال عبد الرزاق رميا ب3 طلقات نارية من بندقية أمام بيته نهاية رمضان الفارط. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عن ملابسة القضية والإجراءات المتخذة بشأنها، نعلم الرأي العام أنه كما سلفنا الذكر أنه بتاريخ 18 أفريل 2023 حوالي الساعة 11:30 كان الضحية المرحوم بن يحيى عبد الرزاق على متن مركبته نوع باسات سوداء اللون رفقة زوجته متجها إلى منزله الكائن بطريق تزولت، وأثناء وصوله وهو بصدد إدخال أو ركن سيارته كانت سيارة محل متابعة تم إلقاء عيارات نارية على الضحية. مباشرة بعدها تم نقل الضحية للمستشفى الجامعي والذي وافته المنية نتيجة الإصابات التي تعرض إليها. مباشرة تم اختارنا من طرف مصالح الضبطية القضائية أين تم الانتقال بغرض الوقوف على مجريات التحقيق الأولي، وقمنا بتكليف مصلحة الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرض فتح تحقيق في الوقائع حتى نتمكن من توقيف الفاعلين وتحديد هويتهم. التحريات من خلال التحريات التي قامت بها المصلحة أو مصلحة الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن باتنة، بعد تغطية جميع الإجراءات بالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة، تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الأول خا الذي تم توقيفه بمدينة باب الزوار الجزائر العاصمة، كما تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي الذي كان بمعية المتهم الأول على متن المركبة، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه حا. مجريات القضية ومواصلة التحقيق في القضية من طرف المصلحة الجنائية بأمن باتنة، أنه بعد تغطية جميع الإجراءات قلنا بالتنسيق مع النيابة المحلية وهي نيابة باتنة، تم تحديد جميع هوية الأطراف المتورطين في القضية، كما تم استرجاع السيارة المستعملة في الجريمة والتي استعملها المشتبه فيه الأول بعد التمويه بتغيير رقم تسجيل السيارة، وجميع الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية. بعد استرجاع السلاح الناري وكذا اللباس النسائي الذي استعمله المتهمين في تنفيذ الجريمة محل قضية اليوم، أنه تم إرسالها إلى الخبرة الباليستيكية، والتي أكدت وأفادت بأن السلاح الذي تم العثور عليه واسترجاعه بعد قيام المتهم الرئيسي خا بإخفائه لدى شخص آخر من الأشخاص المتورطين في القضية. بعد إحالة الملف الإجراءات والأطراف على السيد قاضي التحقيق، وبعد سماع قاضي التحقيق للأطراف وعند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع في حق المتهم الرئيسي خا والمتهم المتورط في القضية عين سين، وكذا أمر بالقبض ضد المتهمين الغير حاضرين أو الغير الذين لم يتم توقيفهم إلى حد اليوم، أمر بالقبض ضد المتهم حا والمتهم الثاني صاد، كما قام بإخضاع باقي المتهمين تحت نظام الرقابة.